او حد يضحك عليك ويقول لك ان كابتن محمود الخطيب ما بيحب السيد عبد الحفيظ وهو اللي مرضاش يجيبه مدير كوره وجاب وليد صلاح الدين. الكلام ان سيد عبد الحفيظ هم عرضوا عليه، قالوا له هتيجي تمسك مدير كوره، قال لهم بس انا ماضي عقد مع قناه الMBC وفي شرط جزائي. قالوا له يا عم مقدور عليها. كلموا ابراهيم فايق طبعا مشكورا، كلم الاداره قالت لهم مفيش اي مشكله ولا شرط جزائي ولا حاجه، لو النادي الاهلي عايز سيد عبد الحفيظ مفيش مشكله، احنا نفسخ العقد بالتراضي، ولو سيد عبد الحفيظ عايز يروح النادي الاهلي ويمسك مدير كوره احنا ما عندناش اي مشكله، احنا كلنا بندور على خدمه النادي الاهلي. جه سيد عبد الحفيظ قعد مع المسؤولين قال لهم بس انا دلوقتي اما امسك مدير كوره مين اللي هيبقى فوقيا؟ هيبقى فوقيا المدير الرياضي. قالوا له قال لهم لا المفروض احنا بنتقدم. قال لهم يعني ايه بنتقدم؟ قال لهم يعني انا ما ينفعش ارجع مدير كوره زي ما كنت، انا عايز انا يبقى مدير كوره ومني للاداره، يعني كمان اخد الصلاحيات بتاعت المدير الفني. قالوا له يا سيد مش هينفع. قال لهم لا دي شروطي. طبعا ما وصلوش لحل مع سيد عبد الحفيظ، وكان ان هم خلاص استبعدوا سيد عبد الحفيظ وجابوا مين؟ وليد صلاح الدين. انما حد يطلع يقول لك ان كابتن محمود الخطيب هو اللي ما رضاش يجيب سيد عبد الحفيظ، الكلام ده غلط. والدليل على كده ان اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب كلموا ابراهيم فايق عشان خاطر يتواصلوا مع اداره الMBC بحيث ان هم عايزين سيد عبد الحفيظ، بس الشرط الجزائي ان هم يتنازلوا عنه عشان خاطر سيد عبد الحفيظ ما يتمش وقوع ضرر عليه. ولكن سيد عبد الحفيظ هو اللي عرقل ان هو يجي النادي الاهلي وقال لهم على بند ان انا عايز يبقى ليا صلاحيات بتاعت مدير الكوره وكمان المدير الرياضي زي جون ادوار كده في الزمالك، كان عايز ياخد الصلاحيات دي كلها. فالنادي الاهلي طبعا رفض الكلام دوت وقال لسيد عبد الحفيظ انت لو عايز تيجي مدير كوره احنا مرحبين بيك وتيجي مدير كوره، وما يجي الجهاز الفني برده مع المدرب الاجنبي الجديد هتبقى برده مدير الكوره. قال لهم لا انا عايز اخد الصلاحيات بتاعت مدير الكوره وكمان المدير الرياضي كمان عشان يبقى مني للاداره على طول. فطبعا هنا ما وصلوش لحل، عشان كده جه وليد صلاح الدين. انما اي حد يضحك عليك يقول لك كابتن محمود الخطيب هو اللي رافض سيد عبد الحفيظ، قول له لا ازاي؟ اذا كان كابتن محمود الخطيب قال لسيد عبد الحفيظ انت هتبقى معانا كمان في مجلس الاداره اللي جاي اللي هيتم انتخابه، وسيد عبد الحفيظ هيترشح كعضو مجلس اداره ضمن قائمه الكابتن محمود الخطيب. يبقى ازاي كابتن محمود الخطيب مش عايز سيد عبد الحفيظ وازاي ما بيحبوش؟ لا النادي الاهلي الحمد لله مفيش جو الكراهيه زي الناس ما مطلعه اشاعات او ان حد يقول لك ده كابتن محمود الخطيب مش عايز سيد عبد الحفيظ وهو اللي استبعده. ازاي؟ اذا كان هو اللي كلم المسؤولين اللي كانوا في مجلس الاداره عشان خاطر يكلموا ابراهيم فايق عشان بالنسبه للشرط